الكلام اللي بقوله لك ده ناس بتعيط فاهمني وبتندم ان هي ما سمعتوش من بدري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي. النهارده هنكمل موضوع اضرار الافلام الاباحية بارت 2. هنتكلم النهارده على موضوع الاضرار الجسمانية او الفيزيكال اللي ممكن تحصل لك من خلال مشاهدة الافلام الاباحية. يلا بينا يلا بينا، بس ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد، لان زي ما انا قلت لكم محتوانا هيكون على توعية الخاصة بالأمراض الجنسية وكل ما هو تعاني منه من مشاكل جنسية في القناة هنا، سواء كانت سرعة قذف أو زي ما قلنا هنتكلم على طبعا الأمراض الجنسية زي مرض الإيدز والسيلان والزهري والكلام ده كله. طبعا اللي يعرفني من التيك توك هيعرف إنه ده المحتوى اللي احنا بنقدمه من أكتر من 3-4 سنين. وإخواتي وحبايبي ما تنسوش الإضافة واللايك والشير، ونخش في الحلقة رقم 2. فاحنا عايزين كنا نتكلم على موضوع الحلقة الخاصة بالأفلام الإباحية النهاردة على الأضرار الجسمانية. إيه هي الأضرار الجسمانية اللي ممكن تتعرض ليها من خلال مشاهدة الفيلم الإباحي؟ طبعا اتكلمنا على أول جزء الشذوذ الفكري اللي ممكن يحصل لك من خلال مشاهدة الأفلام الإباحية. طيب إيه هو الضرر الجسماني اللي ممكن تتعرض له من خلال مشاهدة الفيلم الإباحي؟ رقم واحد، أنت بالظبط عامل زي اللي معهوش فلوس يجيب أكل ويقف عند مثلا الكبابجي ويقعد يشم في الريحة. فاللي بيحصل لك إيه؟ أنت طبيعي جدا كإنسان طبيعي بيحصل لك انه في افرازات بتبتدي تنزل من فمك يعني وعلى اللسان، تبتدي حاسس بألم في المعدة بسبب ان افرازات المعدة ابتدت تشتغل، ابتدت ان انت محتاج تاكل خلاص مش قادر. نفس الكونسبت ده سبحان الله، ربنا خلقك انت بني ادم بتثير نفسك بمشاهد اباحيه، فبالتالي اللي بيحصل ايه؟ ان بتبتدي طبعا الهرمونات تفرز واللي بتبتدي البروستاتا تشتغل ويبتدي عندك يحصل عندك زي العمليه بتاعه الاثاره، فبيبتدي المزي ينزل عندك. تمام. طيب المفروض اللي يحصل ايه بعد كده؟ العلاقه. يعني انت لو متزوج مثلا لازم تعمل علاقه عشان تحصل عمليه ايه؟ افراغ لموضوع الاثاره اللي حصل لك ده. طيب انت مش متجوز، هتعمل حاجه من اتنين: يا هتحبس الكلام ده كله فمش هتعمله وده ضرر عليك في موضوع الخاص بالتهاب البروستاتا، لان مع كثره الكلام ده كله بيحصل لك التهاب للبروستاتا. طيب اللي النقطه الثانيه هيحصل لك ان انت هتبتدي تعمل عاده سريه، فبالتالي هتخش في موضوع بقى الاضرار بتاعه العاده السريه، ودي هنتكلم فيها في حلقه منفصله. لكن عشان تبقى عارف الموضوع بتاع العاده السريه ومشاكله ايه ببساطه شديده: مشاكل وقتيه، عدم التركيز، ضعف الجسماني، ما بتبقاش مركز في دراستك او اي حاجه انت بتعملها، بتلاقي نفسك كده خملان، لو بتعمل رياضه مش هتبطلها والكلام ده كله. سليم سليم. فممكن يحصل لك حاجه زي ادمان العاده السريه اللي راجعه من ادمان الافلام الاباحيه. دي رقم 2. طيب العاده السريه دي بقى لو انت استمريت فيها زي ما قلنا وادمانها هيؤدي برضو للمشاكل بقى في الجواز، زي ضعف الانتصاب، لان انت زي ما احنا اتكلمنا ان انت قبضة ايدك مش زي قبضة المهبل الخاص بالانثى، فبالتالي انت اتعودت على الاتيان بطريقة ضغط معينة مش هتلاقيها لما تتجوز، فبالتالي بيحصل لك ضعف انتصاب. 2 سرعة القذف، الكلام ده كله ناهيك عن استخدامات الكريمات والحاجات او الصابون وانت بتمارس العادة، فبالتالي بيعمل لك التهاب للمجرى الخاص بالبول، وكمان بيوصل بعض الحاجات الكيميائية دي للبروستاتا فيعمل لك التهاب ليها، والتهابها اذا ازمن فانت اعرف ان انت صديق سرعة القذف. البروستاتا اذا ازمنت اعرف ان انت بقيت صديق سرعه القذف، كده زي ما ابو قردان صديق الفلاح من الاخر. تمام، عشان نبقى مع بعض وفاهمين الدنيا. انا بس بحاول اوصل لك واوعيك عشان تبقى عارف الكلام اللي محدش تاني بيقوله لك، احنا جايين هنا نقوله عشان تاخد بالك، تركز في مستقبلك، تركز في حياتك، تبعد عن الافلام، تبعد عن العاده. وهقول لكم برضو ازاي، بس تابعني في الحلقه الثالثه، وهي الاضرار النفسيه اللي ممكن ترجع لك فيها على الافلام الاباحيه، او ايه اضرار الافلام الاباحيه من الشق النفسي بقى. النفسي ان انت في مشكله نفسيه ممكن تتعرض ليها او منتل يعني. فبنكمل كلامنا في موضوع الشق الجسماني ده او اضرار الافلام من الناحيه الجسمانيه. زي ما فهمتك انت بتتفرج طبعا ناهيك عن تعلقك الفكري، ان انت زي ما قلت لك ان انت فكريا بتبتدي عايز تتفرج كل شويه، بتحس ان انت عندك وازع للفرجه على الفيلم. طب ما نشوف حاجه جديده، طب ما نتفرج على الفيلم الجديد ده، طب ما نشوف ده في نازل نسخه مش عارفه من فيلم ايه كذا، ده نزل بارت 2 من الفيلم الفلاني، فانت عمال بتتفرج على مواضيع تافهه بتضيع كل لك وقتك، وكمان بتضرك بالشكل الجسماني
التاني اللي احنا قلنا عليه. فالعاده السريه، الضرر الخاص بالبروستاتا ده يا جماعه من اخطر الاسباب اللي بتعمل لك سرعه قذف وعدم اريحيه في العلاقه الجنسيه. طب بس كده؟ لا، انت خلي بالك، لو انسان ادمنت العاده السريه اللي راجعه ليه الفيلم الاباحي، فهتلاحظ ان انت اصبح عندك بتعمل العاده ممكن تعملها اكتر من مره في اليوم، فبتعملها 3 4 5 6 مثلا، في ناس بتعملها 4 مرات في اليوم، 5 مرات في اليوم. ده حاجات خطيره يعني، لو تعلمون ان الحاجات دي شيء عظيم يعني. فاذا انت بتعمل الموضوع ده 6 مرات في اليوم ولا 4 مرات في اليوم، 5 مرات، انت ممكن يوصل لمرحله من عندك في حاجه اسمها الخصيتين اللي عند الرجل بيحصل لك فيهم نوع من انواع الالتهاب، وممكن بعد كده يجي لك زي تليف. تعرف منين؟ بيجي لك زي نخس فيهم، والمفروض تتعالج منه بسرعه عند افضل، او الافضل يعني عند دكتور الذكوره او دكتور المسالك البوليه. لازم تروح لاقرب دكتور وتبتدي تشكي له بالوألم بتاعك، وتبتدي تاخد العلاج في البدري عشان تبقى سليم، والحاجه دي انت محافظ عليها، لان هي دي اللي هتنفعك بعد كده في الجواز قدام، عشان ما تجيش تعيط ليله الدخل. دي اللي هنعمل لها برضه حلقه اسمها ليله الدخل. عشان كده بقول لك تابعني، لايك وشير واشتراك، وتابعني عشان ما تزعلش، عشان ما نزعلش من بعضنا. انت هتزعل والله، انا بقول لك كلام ببلاش ببلاش، فاهم؟ فانت لازم تبقى فاهم ان الكلام اللي بقوله لك ده ناس بتعيط، فاهمني، وبتندم ان هي ما سمعتوش من بدري. فانت بتسمعه دلوقتي. لو بتعمل عاده بطلها، لو بتتفرج على فيلم بطله، لو انت بتقعد مع اصحاب او اصدقاء السوء في الموضوع ده وبيدوا لك الافلام، ابعد عن الصحبه دي، حاول تقللها، اختار لك واحد كويس، 2 كويسين كده، وكمل معاهم حياتك، لان انت حياتك هتتدمر بالفريق اللي معاك ده، صدقني. اعصابك هتبوظ، بلس ان الاعصاب طبعا في الاضرار الجسمانيه الاعصاب بتبوظ. يبقى عندنا 3 حاجات دلوقتي يا جماعه وصلنا ليهم. رقم 1 في اضرار الافلام الاباحيه الجسمانيه، هي بتبوظ لك ان انت بتسخن نفسك، فبالتالي بيحصل لك افرازات والى اخر ذلك. اذا بطلت او وقفتها فبالتالي بيجي لك التهاب في البروستاتا. طب عملت العاده السريه وافرجت عن الغريزه اللي عندك دي، او عملت زي ريليز كده لنفسك، فبالتالي بتخش في اضرار العاده السريه، وكمان بتؤثر على البروستاتا بسبب الكريمات او الصابون او الطريقه اللي انت بتعمل بيها الخاطئه. كل الكلام ده انت بتدمر بيه نفسك، اللي في النهايه يؤدي لضعف انتصاب، سرعه قصف. الكلام ده كله انت هتلاقيه وانت بتتجوز. تمام. يبقى احنا بنتكلم بس على اضرار، ما بنتكلمش بقى على سيناريوهات وافلام وبتاع والكلام ده كله. خلاص اتفقنا؟ ماشي، خلصنا من الجزء ده. لقينا بعد كده الجزء الثاني زي ما قلت لك بتاع العاده السريه. الجزء الثالث الاعصاب. اعصابك بتبتدي مش افضل حاجه، بتلاقي ايدك بتترعش. كل ده بسبب ايه؟ الافلام. الكلام ده كله يا جماعه بيؤدي للكلام ده. تلاقي كده اللي بيتفرج على الفيلم الاباحي مختلف، يعني مش طبيعي. انت ما بقتش طبيعي. زي ما قلت لك نظرتك للمجتمع مختلفه، نظرتك للست مختلفه، نظرتك حتى للراجل اللي متجوز مراته مختلفه. يعني بدل ما انت تبص باحترام، لا انت تبص ده يا ترى بيعملوا ايه، ده كذا، طب هو بيعمل لها، ده الست دي لو كذا وعملت الوضع الفلاني مع الوضع العلاني هنبقى وبتاع، والحياه جميله يعني. فنهايه يعني ما تنسوناش باللايك والشير والدعاء، يعني تملي ان انتوا تدعوا لنا نكمل وننجح ان شاء الله مع بعض. القناه دي ليكم قبل ما تكون ليا، فهي هدفها توعوي بحت ليك ولاسرتك، لاخوك، لاختك، والاب اللي بيسمعني. وري الفيديو لابنك، وريه لبنتك، عرفهم المشاكل اللي ممكن تواجههم من حاجه احنا ما بنتكلمش فيها كمجتمع عموما. يعني مجتمع ما بيتكلمش لا في اضرار ولا افلام، مع كأنها موجوده وبكثره وبتضر كل بيت وبتوصل لكل بيت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متابعه ولايك وشير. استنونا في البارت 3 اللي انا هعمله بعد الفيديو ده على طول، خاص باضرار الافلام الاباحيه النفسيه والشذوذ الجنسي. يبقى هنتكلم في موضوعين مع بعض، ودي هتبقى الحلقه الثالثه والاخيره، وبعد كده هنخش في موضوع ان شاء الله جديد خالص اللي هو ليله الدخله.